اهلا بيكم ابطال تانية اعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض تقييم الاسبوع العاشر. السؤال الاول: تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد: من العوامل البشرية لقيام الصناعة: المواد الخام، رأس المال، الموقع الجغرافي، مصادر الطاقة. طبعا من العوامل البشرية لقيام الصناعة هو رأس المال، لأن المادة الخام والموقع الجغرافي ومصادر الطاقة من العوامل الطبيعية. اتنين: من الصناعات التحويلية بالوطن العربي: استخراج البترول، إنتاج الرصاص، تعدين الفوسفات ولا المنسوجات. طبعا واضحة جدا يا شباب، من الصناعات التحويلية هي صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات. تلاتة: القاسم المشترك في صادرات وواردات الوطن العربي: الحبوب الغذائية، الأسمنت، الطائرات، الصمغ العربي. القاسم المشترك في الصادرات يعني انت بتصدرها وبتستوردها، والواردات يبقى بتصدرها وتستوردها، يبقى الإجابة يا شباب هتكون الحبوب الغذائية. السؤال الثاني: اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: السلع والخدمات التي تبعها الدول العربية للدول الأخرى. طبعا دي اسمها الصادرات العربية. اتنين: مجموع الدخول من القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة خلال عام. طبعا ده اسمه الدخل القومي. تلاتة: اتفاقية تم توقيعها بين الدول العربية أدت لخفض الجمارك. طبعا الاتفاقية دي اسمها اتفاقية التجارة الحرة. السؤال اللي بعده، السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب الخطأ. اتنين: تزيد قيمة المواد الخام من خلال عملية التصنيع. طبعا الإجابة صواب، يعني انت النهاردة عندك القطن هتحولوه ملابس، فكده قيمة المادة الخام بتاعت القطن زادت واتباعت بأضعاف ثمنها. عندك حديد هتحوله لسيارات وهكذا. اتنين: تشابه الإنتاج بين الدول العربية أدى لزيادة التبادل التجاري بينهم. طبعا يا شباب الإجابة هتكون خطأ، لأن تشابه الإنتاج يا شباب عندنا هيؤدي إلى قلة التبادل التجاري، فكده يا شباب الإجابة هتكون خطأ. معذرة هنا مكتوبة صواب بس خلوها خطأ. تلاتة: معظم واردات الوطن العربي من المواد المصنعة. طبعا معظم الواردات بتاعت الوطن العربي من المواد المصنعة. الإجابة صواب. احنا بنستورد ايه؟ بنستورد مثلا عندك السيارات، عندك الطائرات، عندك السفن، عندك بنستورد المعدات النقل الثقيلة، أجهزة الكمبيوتر، كل دي اسمها مواد مصنعة. السؤال الثاني: فسر ما يلي أهمية الصناعة للدول العربية. طبعا الصناعة مهمة جدا في سد حاجة السكان من المواد المختلفة، زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع، توفير فرص عمل للشباب بالمصانع المختلفة، وزيادة الدخل القومي من خلال تصدير الفائض للخارج. اتنين: ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية. طبعا يرجع ذلك إلى تشابه المنتجات الزراعية والصناعية في الدول العربية، وجود مشكلات فنية وتعدد مواصفات المنتج الواحد في الدول العربية، وجود مشكلات إدارية تتعلق بالروتين الحكومي أو إجراءات النقل بين الدول العربية، ومنافسة السلع الأجنبية للسلع العربية من حيث السعر والجودة. وقد أثرت هذه المشكلات بالسلب على العلاقات التجارية العربية، مما أدى إلى تزايد ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية غير عربية. السؤال اللي بعده: أسئلة التقييم الأسبوعي المجموعة الأولى. واحد: ما العلاقة بين استقلال الدول العربية والصناعة؟ طبعا العلاقة ما بينهم: شهدت الصناعة في الوطن العربي تطورا كبيرا بعد استقلال الدول العربية خلال القرن العشرين، وذلك لسد حاجة السكان وزيادة الدخل، خاصة مع توافر عوامل قيامها. اتنين: ماذا يحدث إذا تعاونت الدول العربية في مجال الصناعة؟ طبعا اللي هيحدث زيادة الدخل وتوفير العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل. اتنين: بما تفسر يعاني الوطن العربي من بعض المشكلات في الصناعة. طبعا هناك مشكلات عديدة، منها التركيز على الصناعات الاستخراجية التعدينية الملوثة للبيئة. اتنين: تشابه الكثير من الصناعات في الدول العربية. تلاتة: انخفاض المستوى العلمي للعمالة العربية. أربعة: الاعتماد على استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج الأساسية من الخارج. أربعة: ما تقييمك لمصداقية الجملة الآتية:
الروتين من المشكلات الفنية التي أدت لضعف التبادل التجاري العربي. طبعا العبارة صادقة، حيث وجود مشكلات إدارية تتعلق بالروتين وإجراءات النقل بين الدول العربية أدى ذلك إلى قلة وضعف التبادل التجاري العربي. ما مقترحاتك لحل مشكلات الصناعة والتجارة في الوطن العربي؟ طبعا من أهم المقترحات الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخريجين في كافة التخصصات، تجنب التكرار والتشابه بين المنتجات العربية، حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، التغلب على المشكلات الفنية والإدارية التي تعوق التبادل التجاري العربي. السؤال اللي بعده أسئلة تقييم المجموعة الثانية. ماذا يحدث إذا تخصصت كل دولة عربية في إنتاج سلعة أو خدمة معينة؟ طبعا زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية. ما النتائج المترتبة على توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى بين الدول العربية؟ طبعا هيترتب على ذلك خفض الجمارك بين الدول العربية. 3. تخير العنصر غير المناسب فيما يلي مع ذكر السبب: المواد الخام، رأس المال، السوق، الأيدي العاملة. طبعا يا شباب عندنا العبارة هتكون المواد الخام. ليه؟ لأن المواد الخام يا شباب من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة، أما الباقي من العوامل البشرية. بما تفسر ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية. طبعا يرجع ذلك لعدة عوامل، منها تشابه المنتجات الزراعية والصناعية في الدول العربية، وجود مشكلات فنية وتعدد مواصفات المنتج الواحد في الدول العربية، وجود مشكلات إدارية تتعلق بالروتين وإجراءات النقل بين الدول العربية، منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية من حيث السعر والجودة. وقد أثرت هذه المشكلات بالسلب على العلاقات التجارية العربية، مما أدى إلى تزايد ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية غير عربية. ما العلاقة بين انخفاض المستوى العلمي للعمالة العربية ومستقبل الصناعة في الوطن العربي؟ طبعا العلاقة ما بينهم أن من مشكلات الصناعة انخفاض المستوى العلمي للعمالة العربية. السؤال اللي بعده المجموعة الثالثة من وجهة نظرك. المجموعة الثالثة من وجهة نظرك كيف يمكن لمصر أن تكون من الدول الصناعية المتقدمة؟ طبعا ده من خلال الاهتمام بالتعليم الصناعي والتعليم الفني ورفع مستوى الخريجين والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الصناعة. رقم 2. ما النتائج المترتبة على منافسة السلع الأجنبية من حيث الجودة والسعر للسلع العربية؟ طبعا ترتب على ذلك قلة التبادل التجاري بين الدول العربية. 3. ماذا يحدث إذا قامت الدول العربية بتصنيع المواد الخام بدلا من تصديرها في شكلها الخام؟ طبعا هيترتب على ذلك تقدم الصناعة وتوفير العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل. 4. بما تفسر الصناعات العربية ملوثة للبيئة؟ طبعا يرجع ذلك أن 80% من الصناعة صناعة استخراجية في المقام الأول. 5. حدد أهم المشكلات التي تواجه التبادل التجاري العربي. طبعا من أهم المشكلات هي تشابه المنتجات الزراعية والصناعية في الدول العربية، وجود مشكلات فنية وتعدد المواصفات المنتج الواحد في الدول العربية، وجود مشكلات إدارية تتعلق بالروتين وإجراءات النقل بين الدول العربية، ومنافسة السلع الأجنبية للسلع العربية من حيث السعر والجودة. وقد أثرت هذه المشكلات بالسلب على العلاقات التجارية العربية، مما أدى إلى تزايد ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية غير عربية. وبكده انتهينا من أسئلة التقييم العاشر. شكرا لكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع.